بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة قوية هتنطلق في الدوري التونسي إن شاء الله، وهتجمع بين الترجي التونسي والنادي البنزرتي. المباراة طبعا مؤجلة من الأسبوع ال11 للدوري، وهتقام الخميس 30 أكتوبر. وطبعا التوقيت هيكون الساعة 2:30 بتوقيت تونس، 4:30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ومكة المكرمة. وهتقام في ملعب محمد العقربي بيرادس، وهتنقل على القناة الوطنية التونسية الأولى. الترجي داخل الماتش ده عشان ما يضيعش ولا نقطة، لازم يكسب عشان يضيق الخناق على الإفريقي متصدر جدول الترتيب، ويثبت إنه رايح على اللقب اللي هو بيحمل لقبه. في غيابات مهمة زي رسيم مرياح وخليل القنيشي عشان واخدين إنذارات. المدرب طبعا لازم يلاقي حلول سريعة. معتمدين فرقة الترجي على نجومهم إنهم يخلصوا الماتش بدري 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 بدري. طبعا ده بالنسبة لفريق الدم والذهب. أما البنزرتي طبعا فجاي عشان يطلع بأي حاجة. نقطة التعادل هتكون مكسب كبير عشان يظبطوا وضعهم في الجدول ويبعدوا عن القاع. الماتش صعب جدا لقرش الشمال قدام الترجي وعلى ملعبه. لازم يلعبوا بدفاع حديدي ويعتمدوا على الهجمات السريعة والكور الثابتة عشان يخطفوا جول. لو بصينا على تاريخ الماتشات هنلاقي الترجي كاسح البنزرتي في أغلب المواجهات اللي فاتت. في تقريبا في الآونة الأخيرة حوالي ممكن نقول آخر 40 ماتش، ممكن أو نقول 38 ماتش، 24 فوز منهم للترجي، 6 تعادلات و8 انتصارات بس للبنزرتي. طبعا البنزرتي رغم ان الترجي هو اللي ايده طايله تاريخيا وبيكسب ماتشات كبيره وكتيره قدام البنزرتي، الا انه بيعرف يعمل مفاجآت او بيتعادل في بعض الاحيان. لكن طبعا الغلبه بتكون دايما للترجي. نروح للتشكيلة المتوقعة للفريقين. نبدأ بالترجي. الترجي طبعا في حراسة المرمى أمان الله مميش، وفي الدفاع رائب بوشنيبة، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة. وفي الوسط حسام تقى أونوشو إجبيلو ويانساس. الهجوم أسامة بوكرة، يوسف بلايدي، ورودريجو رودريجي. طبعا قلنا ياسين مرياح في الدفاع وهو إيقاف، وبرضه خليل الخنيشي هيغيب. في برضه ممكن يريح أمين توجاي، محمد أمين توجاي ويانساس لو مش جاهزين جاهزية تامة. نروح لتشكيلة البنزرتي. في حراسة المرمى أشرف كرير، في الدفاع محمد العزيز القسمي، علاء الدين بوعلاقي، ريان الرحيمي، عبدو السيدي. في الوسط الحسن كانتي، اياد الميداني، اشرف الفرشيشي. الهجوم ابراهيم السيسوكو، الطيب بن زيتون، ويوسف الفلاحي. توقعاتكم لنتيجة المباراة مستني أراكم في التعليقات إن شاء الله. وادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نستمر في نشر المزيد والمزيد من الفيديوهات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.